في الجزئية دي هقولك على حاجتين بيفقدوا اتزان ولادنا النفسي تجاه الفلوس. هما تو كيسز يعني. أول حاجة، لما بنلبي رغبات ولادنا في الفلوس بشكل مبالغ فيه أو على طول، وبنمشي نفتخر قدام الناس اللي حوالينا نقول أنا ما بحرمش ابني من حاجة. مشكلة الطريقة دي إن هنا مع أول مرة هقول لابني لأ على طلب بيطلبه، هنا هيحس بالتخلي وهيحس بالحرمان اللي أنا أصلا من الأول خايف منه، فبديله احتياجاته بيه على طول ما بقولوش لأ. فدي أول نقطة. تاني كيس، الكلام دايما عن نقص الفلوس قدام ولادنا، أجيب لك منين، ما عنديش، سيبني أتصرف لك. النوعية دي من الكلمات بتخلي ولادنا يشعروا بأن هم دايما فاقدين الشعور بالأمان، يعني ما عندهمش أمان، فيفضلوا طول الوقت عايزين يجمعوا فلوس في حياتهم. وهنا بيشوفوا ان الفلوس غاية مش وسيلة. الصح ايه بقى؟ الصح ان احنا نعلمهم ثقافة الأولويات. أول حاجة عرفهم الفرق ما بين النيد والوانت، الرغبات والاحتياجات. يعني ايه؟ يعني مع كل طلب ابني هيجي يطلبه مني او بنتي هقوله ده نيد ولا وانت، واتأكد انه عارف الفرق ما بين الاتنين تماما. ساعتها بقى هقوله ان احنا نبدأ نرتب ساعتها الأولويات. ايه اللي هنجيبه الشهر ده؟ ايه اللي هنجيبه الشهر الجاي؟ ايه اللي هنحوش له الشهرين اللي بعدهم؟ وهكذا. وهنا ولادنا بيكونوا اتعلموا ترتيب الأولويات وإيه الوانت أو الرغبات والاحتياجات بتاعتهم. وعايزة أعرفك حاجة كمان مهمة، وهو اتزان ولادنا النفسي ملوش علاقة أبدا بالطبقة اللي احنا منها، ليها علاقة بطريقة الكلام اللي بنتكلمه مع ولادنا عن الفلوس.